هي المساكنة أحلى ولا الجواز العرفي؟ استنى بس، ده مش سؤالي، ده سؤال جاوبت عنه فيفي عبده. استنى هقولك. فيفي عبده كانت ضيفة في برنامج والمذيع سألها عن رأيها في المساكنة، لكنها ما فهمتش يعني إيه مساكنة. لكن أول ما المذيع قال لها إن مفهوم المساكنة إنها تعيش مع راجل من غير جواز، قالت له ليه إن شاء الله؟ أيام الهجرة دي ولا إيه؟ أمال ليه لقينا العرفي ده؟ وكملت وقالت إن الجواز العرفي حل كويس قوي. وده بقى فتح لنا باب السؤال، إيه رأي الدين في الجواز العرفي؟ دار الإفتاء قالت قبل كده إن مفيش شيء اسمه الجواز العرفي، وإن ده مصطلح مش مظبوط، وقالت إن الجواز الصحيح بيتطلب شروط معينة، والشروط هي وجود ولي الزوجة، ويقول للزوج زوجتك موكلتي على كتاب الله وسنة رسوله، والزوج يقول قبلت زواجها لنفسي، وكمان يكون في مهر للعروسة، والأكيد طبعا إنها ما تكونش متجوزة غيره، أو يكون هو متجوز 4 وهي ال5، ولا يكون في أي موانع شرعية زي إنها ما تكونش أخت في الرضاعة مثلا، ولازم يكون متواجد 2 شهود، والأهم من كل ده هو الإشهار بالزواج طبعا، ولو الشروط دي مش متوفرة في أي زواج يبقى زواج غير صحيح. أما القانون فممكن يعتبر الزواج العرفي شرعي لو كانت فيه شروط متوفرة زي وجود الإيجاب والقبول ووجود شهود، والأهم إن مفيش موانع شرعية. لكن لو العقد مش موثق رسميا ممكن يبقى فيه مشاكل في إثباته قدام المحاكم، خاصة لو حصل نزاع أو إنكار من واحد من الطرفين. الموضوع مش ورقتين وخلاص، لكن في الحقيقة ورغم كل ده الزواج العرفي منتشر في مصر. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قال إن في 2022 في 112,000 سيدة وثقوا عقود زواجهم العرفي، وده عدد كبير جدا، يعني الموضوع منتشر. في النهاية أكيد المساكنة مش حلها الجواز العرفي يا مدام فيفي.